اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم نوريكم الطريقه اللي كنخدم بها مع النعجه اللي كيكون فيها الطفيليات، سواء الداخليه سواء الخارجيه. النعجه هذه راه لكوها الطفيليات الخارجيه ما كتشوفوها باش تعرفوا. الصوفه ديالها راه في البلاصه كطير. هادو راه الطفيليات الاخوان، ماشي مرض زعما ديال الجلد ولا هذا، راه الطفيليات هما اللي كيديروا هادشي. الطريقه اللي كنخدم بها الاخوان هي ايفوميكتي ولا افيكاس. غادي غنعطيها واحد 2 ميلي ديال الايفوميكتي، راه كيدار من تحت الجلده الاخوان. ان شاء الله نعطيوها 2 ميلين، وموراها كنرشوا الدواء ديال البيطاري، حتى هو غنشاركو معكم. كونسونطري كنرش لها، كنعاومها مزيان. هادشي اللي كاين الاخوان، هادي الطريقه اللي كنخدم. الاخوان اللي كيسولوا على تحت الجلد راه ساهله الاخوان، كضرب يفض هاد البلاصه هادي كامله فين ما ضربتي راه مزيانه من تحت الجلد. تجبد هي الجلده واحد شي شويه كما هكا، كتدخل الابره هاي كما كتشوفوا دابا الاخوان، راه داخله راه من تحت الجلد. نتساليو دفعوا الدم، راه كيبقى مجموع هنايا الا لاحظتها واحد شي شويه. باش ما دير لكمش حبوبه، هذه راه ولسيسه ماشي ديك الحبوب اللي تيكون هنايا، اللي كاين اللي ما كيعرفش يضرب كتبقى لهم مساكن هنايا واحد الحبوبه هنايا من تحت، هنايا من تحت الرجل. ما تشوفوها نتوما الدواء مشى. يعني ديما تاكدوا الا بقى مجموع على شي حاجه راه هذا دفعيه بحال هكا بيديك راه كيذوب، ما كيبقاش يبان كاع. وكاين هاد الدواء الاخوان ديال البيطاري، تا هو راه كونسونطري 1 مليم ولا 1 اونص في لتر. هادي راه بومبا ديال 2 لتر، ندير فيها انايا تقريبا 2 اونص. دابا نشارك معكم الدواء راه عندي الفوق. كترش مزيان، كتعومها واحد لتر تقريبا، تتخوي عليها تعوم مزيان الصوفه كامله من الراس. متخافش من هاد الدواء الاخوان، خاطرش على المجاور واخا تقيس لها الراس. عاود تبعدو من العينين، هي ما يبقاش العينين. الاخوان بغيت نحل عفاكم واحد القوس خف نزربن بالنسبه لهاد لاطوز ديال هاد الدواء هذا ديال هاد ايفوميكتي. فهي الاشاره فقط، راه ايفوميكتي راه هي لا ماركه الاخوان، راه اللي مهم هي هاد الماده ديال ايفيرميكتين وهاد كليروزولون، راه هما اللي مهمين في الدواء هذا. راه هي لا مارك راه كتبدل، راه ماشي بالضروره هذا اللي معروف واللي افيكاس الاخوان. وهاد ايفوميكتي راه كاين بزاف ديال الادويه اللي كيخدموا الطفيليات الخارجيه. فبالنسبه للادوز الاخوان كما شفتوا انا في الفيديو راه قلت لكم 2 مليم. فبالنسبه للادوز راه كتعطى هي 1 مليم من 50 كيلو، يعني النعجه ولا الخروف ولا الخروفه اللي فيها من 50 لتحت كنعطيوها 1 مليم. فانا علاش عطيت 2 مليم؟ هذيك النعجه وازنه شويه، واخا كتبان شويه ضعيفه، فملي وزناها راه تبارك الله راه وازنه فايته 50 كيلو. هذه كنقطه. وكنقطه الثانيه الخروفه هالكين هاد الطفيليات، فداك الشيء راه عطيتها لا دوز شويه زايده بواحد نص مليم تقريبا. فلا دوز الاخوان راه هي 1 مليم. فوقاش تقدر تعطي فوق 1 مليم الا كان الخروف مثلا وافين نعجه كبيره، يعني من 70 للفوق، هادشي كنقدروا نزيدوا لا دوز. وبالنسبه لا دوز اللي خصها تعطى راه هي 0.2 ملغ بالنسبه للكيلوغرام. هذه هي الطريقه باش تقدروا تحسبوا. كيفاش درنا حسبنا الاخوان؟ هاد الطريقه كيفاش داروا يحسبوا هما هاد 1 مليم، راه هي هادي، هاد 0.2 ضربوها مثلا في 50 كيلو كتعطيهم 10 اللي هي 1 مليم. يعني مثلا حنايا غادي نديرو 0.2، مثلا عندنا 70 كيلو، فهي هادي 1 ونص تقريبا، 1.4 مثلا الخروف ولا النعجه اللي فيها مثلا 70 كيلو. هذه الطريقه ديال الحساب الاخوان باش ما نخربقوش في لي دوز. هذه نسيت ما شرطلهاش في الفيديو، وهذه راه حاجه مهمه الاخوان.
شاء الله راه نحاول نحط لكم كاع حلقه مفصله على هاد الدواء هذا ديال اللي فيه الايفيرميكتين، ونحط لكم حلقه يعني يكون فيها الدواء ولاش كيصلاح وفوقاش نقدروا نخدموا به وشنو كيداوي بالضبط. ان شاء الله راه نحط لكم لي ديتاي كاملين. انا نوجد حلقه من اليوم. بقى جاوني بزاف التساؤلات الصراحه في الواتساب في التعليقات على هاد الدواء ديال ايفوميكتي، واش كيطرح واش ما كيطرحش. فغادي نخصصلو حلقه كامله ان شاء الله وغنهضر فيها بالضبط وبالتفصيل على هاد الدواء هذا وعلى هاد الماده اللي كاينه فيه. اللهم المستعان الاخوان، اللهم يسير. الاخوان هذا هو الدواء اللي قلت لكم ديال الرشان. راه هو هذا، راه كونسونطري 1 ملي من 1 لتر. كلك ديرو شاف البومبا ديال 15 راه مخير الاخوان. غادي تنكس الكوالا راه به كنخدم. رش على الحيوط، رش على المجاور، متبقاش العينين الاخوان. رش على الراس، رجليه، الكرش، الظهر، كلشي رش عليه، تخاف والو الاخوان. هو هذا الدواء الاخوان. وكما قلت لكم الاخوان راه هذا هو اللي كيخدم الطفيليات الخارجيه ايفوميكتي، مخير الاخوان. بالنسبه للطفيليات الاخوان الداخليه راه كنستخدموا الرايد. راه هو هذا راه غني عن التعريف. نوفالبن راه ديجا داويت بيه، راه حط عليه حلقه. وهاد الماده هادي ديال الالبندازول راه مخيره للطفيليات، الديدان الشريطيه، كلشي الاخوان. هادشي اللي كنستعمل الاخوان. هذا ما كان الاخوان. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه. ما تنساوش الاخوان اللي ما مشتركش يشاركوا في القناه وخليونا شي تعليق، راه كنجاوب كلشي. الراي ديالكم والطريقه اللي كتستعملوا نتوما شخصيا، اللي عنده شي افاده يفيدنا بها، يفيد حتى الاخوان في التعليق. والله المستعان.